قال له قال عمي ودلك انا او دلك انا ودلك ونشتغل عليك ودلك انا. العيب الوحيد لو الشيعة أسلموا إن مش هنلاقي حد نضحك عليه، هما اللي بيعملوا المشاهد دي وبيصوروها بإيديهم ويضحكونا عليهم، في الآخر يقول لك إيه أنتوا ما بتنشروش غير السلبيات، كأن أنا اللي رايح مصور الفيديو ده عندهم، ما أنتوا اللي مصورينه بإيديكم، يعني أنتوا بالنسبة لكم دي حاجة عادية مش مضحكة، الناس كلها بتضحك عليكم وأنتم مفكرين نفسكم صح، تفوقتم على الهندوس، المفروض إن الإمام سيمبا عجعج دوت حزين على الحسين رضي الله عنه وأرضاه، يعني مفيش حد أساء لأهل البيت قد الشيعة، سبحان الله، الشيعة لو أنتم مفكرين إن هدفهم فقط الإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم تبقوا غلطانين. الشيعة هدفهم حتى الإساءة لسيدنا علي والحسن والحسين والسيدة فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم وأهل البيت بشكل عام. يعني الشعائر اللي بيعملوها دول جايب لك أسد حزنا على الحسين، يعني منظر مضحك بتخلوه إن ديت شعيرة وإن دوت جاي حزنا على الحسين، ثم مسخرة والله العظيم يا شيعة. التحديث الجديد في مشاية المتعة. الشيعة عشان يثبت دينه عنده استعداد يتحالف مع إبليس. يوم القيامة يقف الإمام الحسين على باب الجنة وباب النار، لا يدخلون الأنبياء إلا بإذنه، عدا إذن الحسين لا يدخلون الأنبياء بالجنة. رواه إبليس وصححه السيستاني. شوفوا إساءة الشيعة لخير البشر الأنبياء والرسل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يا الحسين بن عبد الله خلصنا وليد. اي والله يا الحسين بن عبد الله خلصنا وليد. اي والله خلصنا وليد بهدلنا وليد شاب. سبحان الله، شرك بالله، في ضلال بعد كده يا أخي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال له راوينا شيء غريب ما شايفينه، راوينا من عجائبكم، راوينا شيء كل ما شايفينه. زين شي راوي؟ ستة تقول واحد راوي. يقول الإمام واقف بيناتنا قال له تريد أن أريك شيئا لم تره في الأرض؟ قال له إيه في الأرض، ما لي تراوي لي شيء من الأرض. يقول الإمام واقف هكذا ارتفع فغاب. ارتفع شنو؟ غاب. يقول ثم نزل، يقول بيده طير من ذهب ومنقاره من در وعليه شنفتين من ياقوت وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. طير من ذهب حديد، بس الذهب ما شايفينه. قال له سيدي هذا، قال له هذا من الجنة جبتوه، مو عرش بلقيس، مو عرش بلقيس، لا طيور الجنة. يقول ثم طيره فطار. رواه إبليس صححه عجعج. المعمم دوت موسوعة في الكذب، سبحان الله. أنا عندي دلوقتي كمية فيديوهات ليه ممكن أعملها فيلم سينمائي على الكذب بتاعه. كاظم عمره سنتين غرق بالعلقمي، وجا الإمام العباس بنفسه هو يقول طلعني. بالي والله اسمعها من عندك. شلون طلعك الإمام؟ هذا والله تبطن الماي 10 ساعات. 10 ايام 10 ساعات. 10 ساعات. ايه ومن اجى طلعك؟ مع عباس. شلون عرفت الامام العباس؟ المتفقين عرف. ها؟ متفقين عرف. هو قال لك انا العباس؟ هو قال لك؟ ايه. يا الله. بيقول متفقين، يعني أبوه قال له كده، أبوه قال له على الكذبة دي. وطلعه من يا الماي الله. وطلعه يا الله. وظل يفوج لا وأبوه لسه مستمر في الكذب. مثل الكبير اللي يسبح وهو عمره سنتين. مش ممكن على الشيعة، سبحان الله، معجونين في مية الكذب يا أخي.
منين جبتوا الشعائر دي؟ دين الشيعة خليط من كل الاديان الباطله، واخد شويه من الهندوس، شويه من بوذيين، عاملين ضريح واخدينه تيك اواي وماشيين بيلفوا بيه، يعني مش رايحين ضريح ثابت، واخدينه عاملين ضريح يمشوا بيه في الشارع. خلاص للدرجه دي عباده القبور عندكم؟ المفروض ان ديت شعائر دينيه عندهم. سبحان الله. يا شيعة افهموا الإسلام، ادرسوا عقيدة. احنا ننتسب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته، وننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، مش الابتداع. اتباع، نشوف النبي أمرنا بإيه، افعاله كانت ايه، اقواله كانت ايه، تقريره كان ايه، ونتبعه، مش نبتدع وفي الاخر نقول والله احنا كده بنتقرب الى الله، او احنا كده اتباع اهل البيت. اهل البيت عملوا كده، اهل البيت كانوا بيطوفوا حوالين القبور، كانوا بيصنعوا قبر ويلفوا بيه في الشارع. اهل البيت كانوا حفظ القرآن الكريم، اهل البيت كانوا عباد زهاد، كانوا يدعوا الله سبحانه وتعالى وحده. انتوا بعيدين كل البعد عنهم. فلو بصيتوا هتشوفوا مين اللي متبع، هتلاقوا المسلمين هو اللي متبعين اهل البيت، لان احنا بنحفظ القرآن، بنصلي، لا ندعو غير الله، لا نستعين بغير الله، نتوكل على الله. اما الشيعي يدعو القبور، يسجد للقبر، لا يدعو الله، جعل انداد. يا شيعة والله العظيم بنصحكم نصيحة من القلب، سيب كل الروايات دلوقتي على جنب، اقرأ القرآن الكريم فقط. وانت بتقرأ القرآن الكريم هتلاقي ان العقيدة بتاعتك مخالفة تماما للقرآن الكريم، ملهاش علاقة بالإسلام. يعني هديك مثال من الآية 18 في سورة الجن، الله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حتى المسجد غيرته اسمه، سميتوه حسينية، بتروح تقول يا علي، يا حسين، يا أبا الفضل العباس. الدعاء ده عبادة لله. انت كشيعي مفكر ان انت ما دام قلت لا إله إلا الله يبقى انت كده مش مشرك. لا، ما ينفعش تيجي بنواقض كلمة لا إله إلا الله. ازاي يعني انت تصرف العبادة لغير الله، تدعو غير الله؟ الدعاء ده عبادة، فما ينفعش ان انا ادعو غير الله، ما ينفعش ان انا ادعو من دون الله، ما ينفعش اجعل لله سبحانه وتعالى انداد. في نفس سورة الجن الآية رقم 20 الله سبحانه وتعالى يقول: قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي، قل أدعو الله سبحانه وتعالى ولا أشرك به أحدا. يعني لو صرفت الدعاء لغير الله أشركت. الآية واضحة. فأنت عشان تنصر دينك تتبع روايات وتسيب القرآن. طبعا الأمثلة زي كده كتير في القرآن، فما تخليش التعصب الأعمى والحقد والكره اللي زرعوه فيك من صغرك يتحكم فيك، لأن أنت في الآخر هتموت لوحدك وهتسأل وحدك. سيبك من اللي حواليك، وأن أنت تروح للقبور وتطلب أو تدعو غير الله، وتطلب من سيدنا علي أو سيدنا الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما يملكش ولا ضر ولا رشد لنا في حياته، فما بالك في وفاته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي. سورة الجن برضو الآية رقم 21 الله سبحانه وتعالى يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ونفسي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يعني وهو عايش، فتيجي أنت تطلب من غيره واحد ميت كمان ضرا ولا رشدا؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا يملك لنا ولا ضرا ولا رشدا، فانت لو قرات القران هتلاقي العقيده بتاعتك تسقط. طبعا في ناس ممكن ما بيعرفوش يقراوا القران، اسمع، افتح المصحف وبص على الكلام وانت سامع. فلو انت فعلا عايز الله سبحانه وتعالى يهديك لا تكتفي فقط بالدعاء، ولكن اجتهد. يعني اثبت لربنا ان انا هو يا رب بتعب وبحاول بجتهد ان انا اوصل للحق، الله سبحانه وتعالى سيهديك للحق. ده في ناس يقول لك من الشيعة يقول لك ايه، لا لو اللي انا عليه ده ضلال فانا عايز افضل على الضلال ده. شفت معمم بيقول الكلام ده؟ فسبحان الله. فصدقني لو مشيت على ختمه واحده في القران يمكن حتى قبل ما تخلص سوره هتكون اهتديت. نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه للشيعة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.